وبتعرف تساعد الناس في الهدوم المناسبة ليهم. أما روز من الناحية التانية فبتروح حفلة مع سايمون، وهناك في الحفلة دي كعب الجزمة بتاعها بيتكسر، فبتروح تقعد على كرسي كده مع نفسها على جنب. في الوقت ده بيجي لها صديقها اللي كانت بتحبه وسابته، اللي خانها مع أختها. طبعا بيعتذر لها عن اللي عمله، فروز بتقول له أنت بتعتذر على إيه؟ ده أنا بسببك أنت خسرت أختي للأبد. أنت تعرف إن أنا من ساعتها لغاية دلوقتي معرفش مكان أختي فين، والمشكلة إن أنا مش قادر أقول لأي حد عن اللي حصل، مش قادر أقول لأبويا لحسن يزعل مني ويقول لي إن أنا ما اهتمتش بأختي كويس. حتى سايمون مش قادر اقول له، لان لو قلت له هيكره اختي. فصديقها في الوقت ده حاول يعني ان هو يخفف من عليها وحط ايده على وشها. ومين دخل عليهم في الوقت ده؟ سايمون. طبعا شاف كل اللي بيحصل ده من بعيد، فاتضايق جدا من روز واخدها في العربيه بعد كده علشان يوصلها البيت. وطول الطريق كان عمال بيعاتبها، وده علشان لقاها واخده راحتها جدا في الكلام مع صديقها القديم، مع انه هو لما بيسالها عن اي حاجه تخص اختها روز مش بترضى تصارحه. ده اللي كان مزعل سايمون، وقال لها على فكره احنا مش هينفع نتجوز بالطريقه دي، طول ما انت كده انا مش هتجوزك. وسابها ومشي. روز بتطلع البيت بعد كده وبتبص في البريد اللي جاي لها، بتلاقي فيه جواب جاي لها من جدتها بتطلب منها فيه انها تجيلها وتقابلها. فروز على طول بتروح على ابوها بتقول له ايه الحكايه؟ انت ازاي تقول ان جدتي ماتت وهي لسه عايشه؟ وقالت له انها بعتت لها جواب علشان تقابلها. ابوها قال لها ان احنا حياتنا احسن من غير جدتك، وقال لها ان جدتها مشاكلها كتير، علشان كده يعني ما كانش عاوزهم تبقى ليهم اي صله بيها. روز قالت له ايه انت بتقول ايه؟ قالت له ان مامتهم ماتت وهم صغيرين، وانهم كانوا في اشد الاحتياج لجدتهم دي، فازاي يعني يبعدها عنهم؟ وعلى طول تاني يوم بتروح لجدتها علشان تزورها. هناك بتخبط على الباب وبتتفاجئ ان اختها ماجي هي اللي بتفتح. روز قالت لها انت بتعملي ايه هنا؟ ماجي قالت لها بشتغل هنا. وسالت روز هي عرفت المكان ده ازاي؟ فروز قالت لها ان جدتها بعتت لها جواب. بعدها بشويه بتيجي جدتهم، واول ما بتشوف روز بتجري عليها وتحضنها وبتبوسها، وسالتها اذا كانت لسه فاكراها. روز قالت لها طبعا فاكراك كويس. وبياخدوا بالهم في الوقت ده ان روز مخطوبه، فبيحتفلوا بالمناسبه دي. وتاني يوم ماجي بتاخد روز في جوله في وسط المكان، وطول ما هم ماشيين الناس كلها بتسلم على ماجي، وده حسس روز ان ماجي اتغيرت. ماجي اخدت روز بعد كده علشان تعرفها على شويه ناس كانوا شغالين محاميين زيها وتقاعدوا. فواحد من الناس دي بيسال روز بيقول انت شغاله في انه مكتب؟ فروز قالت له انها سابت الشغلانه دي مؤقتا. ماجي لما بتسمع الكلام ده بتحس بالذنب اتجاه روز، لانها كانت عارفه انها هي السبب. ولما بيرجعوا مره تانيه لجدتهم، هناك جدتهم بتوريهم البوم صور فيه صور كتير ليهم وهم صغيرين. وفي الوقت ده بتيجي سيره حكايه قديمه كده كانت بتجمع بين روز وماري ومامتهم. كانت مامتهم خدتهم علشان تفسحهم فسحه حلوه كده علشان تبسطهم هما الاتنين، ولكن عملت كده بدون ما تقول لجوزها. فلما رجعوا في اليوم ده ابوهم اتخانق مع مامتهم علشان خدتهم وخرجوا من غير ما تقول له، وكان شايف وقتها انها بتعمل تصرفات كتيره جدا غير مسؤوله وغير محسوبه، وكان دايما بيقول لها ان هي غير صالحه كأم. كمان كان ناوي يحطها في مصحه نفسيه، وده السبب اللي خلى مامتهم تخلص على نفسها، لانها ما كانتش محتمله انها تعيش بعيد عن بناتها.